لو عايز تعرف مين هي الكلاب اللي تم حظرها في مصر في قانون 29 لسنة 2023 والمطبق ابتداء من 5/25، فالحلقة دي ليك. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة، وكمان ما تنسوش تتابعونا على صفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستجرام. ولو في محتوى معين حابين إن احنا نتكلم فيه أو فيديو معين حابين إن احنا نعلق عليه، ابعتوا لنا على واتساب TUD أكاديمي. أهلاً وسهلاً بيكم في حلقة جديدة من TUD أكاديمي. النهاردة هنتكلم عن قانون الكلاب الجديد في مصر، واللي أثار جدل كبير بين عشاق الكلاب، واللي حظر ومنع دخول بعض النوعيات في مصر حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين. خليك معانا لآخر الحلقة عشان تعرف إزاي تحمي نفسك وكلبك. يلا بينا. يوم 29 مايو سنة 23 تم إصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رقم 29 لسنة 2023، واللي حددت فيه الحكومة المصرية 16 نوع من الكلاب يعتبروا خطرين وممنوع تربيتهم بدون ترخيص خاص، وحط خط تحت بدون ترخيص خاص دي. ومن أبرز السلالات دي جه كلب البيتبول والروتوايلر والهاسكي والجيرمان شيبرد والدوبرمان والكوكيجن والبولدوج والأمريكان بولي والكينج كورسو، ونوعيات كتير هنسيبها لكم تحت في الديسكريبشن عشان خاطر تعرفوا مين هي وإيه هو القانون ده. ما كانش الموضوع مقتصر بس على الكلاب، ولكن طال عدد كبير من الحيوانات الشرسة اللي ممكن تسبب خطر على حياة الإنسان. بس ليه يا ترى تم منع السلالات دي؟ خلونا نعرف. ده محمد إيهاب اللي تعرض للعض والهجوم من قبل كلب روتوايلر وكلب جيرمان شيبرد في مدينتي في القاهرة الجديدة عام 2021. دي كانت أكبر الحوادث، واللي حصل فيها إن الطفل دوت تم سحله بسبب الكلاب، واللي كان صاحبه في حالة غياب أثناء هروب الكلاب من المنزل. يوم الحد الساعة 3 ظهر تقريبا أو بعد كده بحاجة بسيطة يعني، خبط محمد على باب الجيران اللي يملكوا هذا الكلب. فتحت الشغالة أول ما فتحت الباب، الكلب ده جري من خلفها وهجم على محمد في المدخل بتاع العمارة. المدخل ده كان واقف فيه ابنه علي، يعني ثانوي، ولد برضو شاب. فمحمد حاول يفديه. طبعا الكلاب دي حضرتك ما ينفعش تشدي منها حاجة، يعني حتى في تدريبات الكلاب لو كلب قفل بقه على حاجة شد منه مش صح. هو لا حول لا ولا قوة ومفيش حد ينجده، فمزق جزء كبير جدا من دراعه. بعد الحوادث الكتير اللي حدثت في الرحاب وبيفرلي هيلز وغيرهم من الحوادث، واللي أدت لموت ناس وإعاقة ناس وحبس المتسببين كمان في الجرائم دي، أدركت الحكومة سريعاً إن هناك بعض المقصرين في عملية تدريب الكلاب والمهملين عن قصد أو عن دون قصد في ترويع وإخافة الآمنين. وكان ظهور الحكومة هنا في المشهد ده مهم جداً، عشان ناس كتير بتستغل انشغال الدولة بالقضايا الخارجية وتزج بالدولة في منحدرات قوية تسبب في غياب الثقة بين الحكومة والشعب. ومن هنا بدأ دور الحكومة. بس السؤال هنا، إزاي بتحظر الدولة النوعيات دي وهي بتمتلك فصائل منها زي الجيرمان والروتوايلر والمالينوا؟ الإجابة هنا هتظهر بالتدريج. القانون الجديد لما جه بقوانين واضحة وصريحة، غرضها الأساسي كان حماية المواطن من استخدام المهملين والمقصرين والمتباهين بتربية الكلاب دون إدراك تبعيتها. مش بس كده، القانون الجديد جه عشان يعيد تنظيم العلاقة بين البشر والكلاب بشكل أكتر مسؤولية، وكانت بتشمل حماية المجتمع لتقليل الحوادث وحوادث العقر والإزعاج في الأماكن العامة، وكمان الرفق بالحيوان، وإن هم يضمنوا للكلاب بيئة صحية من تطعيمات دورية ورعاية بيطرية، وتقليل الفوضى من خلال تسجيل الكلاب في قاعدة بيانات رسمية للدولة، وكمان نشر الوعي لتشجيع ثقافة الرفق بالحيوان وعشان نلتزم بالقوانين. والقانون بيوازن هنا بين حقوق المواطنين وسلامة الحيوانات، وده نقلة نوعية في القانون المصري.
طب إيه أهمية الالتزام بالقانون ده؟ أولاً خلونا كلنا مقتنعين إن إساءة استخدام أي شيء ممكن تحولنا للمساءلة القانونية، وإحنا هنا بندور على أمنك وسلامتك قبل أي شيء تاني. الالتزام بالقانون مش مجرد إجراء قانوني قاصد إنه يضايقك أو يرخم عليك، دي مسؤولية وحب للنفس وللغير عشان نحافظ على حياتنا بشكل أكتر هدوء وطمأنينة. الالتزام هنا بيحميك قانونياً وبيحافظ على سلامة الجميع. يعني لو عايز تكون صاحب كلب مسؤول، لازم تسجل كلبك وتطعمه بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتلتزم بالضوابط العامة زي التدريب والتطعيمات الدورية ومشتملات التنزه زي الليش والكولر والكمامة والرخصة، واللي بتحميك من المساءلة القانونية، وكمان عدم إخافة الآمنين بكلبك. بس أنا برضو عندي رأي هنا، بلاش كمان الناس اللي بتخاف من الكلاب إثارة المشاكل بدون سبب. المصلحة صدقوني متبادلة، والكلاب من الكائنات المفترض المحافظة على تواجدها بالقرب مننا للحفاظ على أمننا ضد القوارض، واللي حذرنا منها في حلقة كل شيء عن كلبك البلدي، واتفرجوا عليها وهتفهموا قصدي كويس. كمان في إمكانية للناس اللي حابة تربي كلاب بره قائمة الكلاب المحظورة إنها تربي كلاب زي الليبرادور ريتريفر، الجولدن ريتريفر، الكوكر اسبانيول والمالتيز والجريفون ونوعيات كتير من الكلاب. وكل دول برضو يجب تسجيلهم في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عشان زي ما قلنا إنه قانون بيوازن بين حقوق المواطنين وسلامة الحيوانات. الملخص هنا إن القانون الجديد جه عشان ينظم العلاقة بين الإنسان والحيوان، وعشان يظهر مدى اهتمام الحكومة السريع برأي المواطنين تجاه قتل الكلاب، وكمان عشان يكون صارم مع كل من تسول له نفسه في استخدام الكلاب للقيام بأعمال غير قانونية داخل الدولة المصرية. وكل ده كان لا يمكن إنه يتم من غير قانون ينظم العلاقة دي ويخلي الناس تتحمل المسؤولية وتبعيتها. وكمان القانون من وجهة نظري كان خدمة لينا، عشان لو فينا حد بيحب الكلاب بجد ففرصة حلوة قوي إننا نهتم بالكلاب البلدي واللي بتمثل نفس دور الحماية بالظبط، والتكلفة كمان هتكون أقل وشبه معدومة، وكمان للتشجيع على التبني للكلاب من الملاجئ الخاصة بيهم. وبكده نكون عرفناكم كل حاجة عن كيفية امتلاك كلب في ظل القانون الجديد. لو استفدتم من الحلقة ما تنسوش تدعمونا من خلال تعليقاتكم، وما تنسوش لو عجبكم المحتوى تضغطوا على إعجاب، وتتابعونا على قنواتنا على فيسبوك وتيك توك ويوتيوب وإنستجرام عشان يوصل لكم كل جديد. نشوفكم على خير الحلقة اللي جاية. سلام.